السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أيها الهادئ. يمكن تكون وصلت هنا بعد أيام مليانة ضجيج أو أفكار مش عايزة تسكت، بس دلوقتي اسمح لنفسك تهدى، واسمح لكل الأصوات اللي جواك دي كمان تهدى، ولكل القلق اللي في صدرك يخف. وخد نفس عميق، واسمح للصمت يدخل جواك. الصمت مش فراغ، الصمت امتلاء. الصمت هو المكان اللي بتلاقي فيه نفسك، وبتسمع فيه صوت ربك من غير وساطة ومن غير كلام ومن غير تفسير. يمكن تكون مريت بفترات كنت بتحاول فيها تفهم ليه الأمور مش ماشية زي ما أنا عايز، وليه التعب بيطول، وليه بعد الناس اختفوا فجأة من حياتي. بس يمكن تكون الإجابة مش في الأسئلة كلها، الإجابة في السكون نفسه. الصمت مش هروب من الواقع، الصمت تسليم للواقع بين إيد ربنا، بإنك تقول له يا رب أنا مش فاهم بس أنا واثق فيك. ودي أعظم درجة من درجات الإيمان. لما توصل للحظة دي وتحس كأنك رجعت للبيت، بيتك الداخلي فيه دفء وأمان وطمأنينة، مكانك مع الله، بعيد عن الأصوات وبعيد عن الصراعات. كل ما تهدى أكتر كل ما الإيمان جواك يكبر. تبدأ تحس إنك مش محتاج تشرح ولا تبرر، مش محتاج تثبت ولا تدافع. كل اللي محتاجه إنك تكون في سلام مع اللي بيحصل، وفي السلام ده المعجزات بتبدأ. لأنك لما تسلم بتفتح باب التدفق، الطاقة تمشي والنور يرجع، والحياة تبتسم لك من جديد. التسليم مش ضعف، التسليم ثقة إن ربنا شايف الصورة كاملة، حتى لو أنت شايف زاوية صغيرة منها. أوقات ربنا بيبعد عنك حاجة كنت فاكرها خير علشان يبدلك بما هو أعظم. وأوقات بيسيبك تمر بتجربة صعبة مش علشان يعذبك، لكن عشان يثقلك، يسكن روحك ويطهر نيتك ويخليك جاهز للي جاي. الصمت هو المساحة اللي بتسمع فيها الرسائل دي، لأن في الضجيج صعب تسمع صوت الله داخلك، لكن في السكون كل شيء بيتكلم، كل حركة بتشوفها بتتكلم. يمكن فجأة تلاحظ رقم أو كلمة أو موقف بسيط، فتحس ساعتها إن رسالة موجهة ليك. وده فعلا بيكون كده، لأنك لما بتهدى بتتصل، والاتصال هو سر كل تجلي. ما تحاربش أفكارك، ما تحاولش توقفها، اسمح لها تمشي زي الموج. شوفها بس ما تمسكهاش، خليها تعدي وانت في سكون وفي يقين وفي حضرة ربك. كل ما تسكت بيزيد الوعي، وكل ما يزيد الوعي بتقرب أكتر من النور اللي جواك، والنور ده هو الله فيك. لما تبدأ تحس بيه الخوف بيدوب، والقلق بيهدى، والحياة نفسها بتبقى بسيطة. اللي كنت بتسأل عنه ليه يبقى مجرد خطوة في طريق طويل مليان حكمة. وساعتها تفهم إنك ما كنتش محتاج تجيب على كل الأسئلة دي، قد ما أنت كنت محتاج تسكت وتسمع صوتك الداخلي بالسكون وتثق فيه. الصمت مش بس هدوء الجسد، الصمت هو سكون القلب، سكون الثقة، إنك تعرف إن ربنا دايما موجود حتى لما كل شيء يختفي. اللي بيمر بيك مش عقاب ولا اختبار صعب، ده نداء حب، دعوة للرجوع، دعوة إنك تسيب كل حاجة وتقول أنا سلمت أمري إليك يا رب. ولما تقولها من قلبك بيحصل شيء عجيب، الألم بيخف، والدموع تتحول لراحة، والقلب يحس بدفء غريب، كأن ربنا بيطبطب عليك من جوه.
الصمت هو طريق العودة، الطريق اللي بتتعلم فيه إنك مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك، لأن الله أقرب إليك من نفسك وأعلم بما تحتاجه حتى قبل ما تطلبه. خليك ساكن، سيب الكون يشتغل لحسابك. كل شيء بيحصل في الوقت الصح بطريقة ربانية دقيقة جدا، حتى لو مش شايفها دلوقتي. الصمت بيحررك من فكرة السيطرة وبيفتحك على فكرة الثقة. الثقة في تدبير الله وفي رحمته والتوقيت. وكل مرة تختار السكون بدل الجدال، السكوت بدل الغضب، التسليم بدل الخوف، بيعلو وعيك خطوة بخطوة وتقرب أكتر من ربنا. دلوقتي اسمح لنفسك تكون في طاقتك دي، طاقة الصمت النوراني، طاقة التسليم الكامل. قولها جواك ولو بالهمس: أنا في سلام لأني مع الله، أنا في يقين لأن الله يقود طريقي، أنا في حب لأن الله يسكن قلبي. خد نفس عميق واشكر الله على كل لحظة عدت، على كل شيء كنت فاكره خسارة وطلع هدية، على كل وجع علمك معنى الرحمة، وعلى كل صمت وصلك ليه. الصمت هو الطريق، والتسليم هو المفتاح، والحب هو النور اللي بيه بتقدر تكمل الرحلة. فخليك في سلامك، خليك في سكونك، واعرف انك دايما ودائما محفوظ ومحبوب ومسموع. شكرا انك كنت هنا، وشكرا لانك اخترت السلام بدل الصراع، والحب بدل الخوف، والصمت بدل الضجيج. اتمنى انك تفتكر دايما ان في اللحظة اللي بتسكت فيها الله يتحدث اليك.